تخيل لما وشك يبقى فيه حبوب وملتهب وجاف، ولو انت بتاخدي علاجات البشرة الدهنية وكمان تستخدمي غسول يجفف لك بشرتك، ولو استخدمتي غسول لطيف مش هينضف بشرتك، طب هتعملي ايه؟ انا جبتلك الحل. شايفه الغسول ده غسول دكتور ألفيش سيكا كالمين كلينزر. غسول السيكا المهدئ من دكتور ألفيش ده يا جماعه غسول انا ما جربتش زيه بصراحه، بالذات ان هو مصري فمميز جدا جدا. قوامه كريمي جدا، عامل زي السنيل ميوسن بالظبط. هو لكل انواع البشره خاصه الحساسه، سواء بقى ملتهبه بعد ليزر، بعد ديرما بن، او بتاخدي علاجات لعلاج الحبوب. ممتاز يا جماعه. اللي بيميزه ان هو انتي انفلاماتوري او مضاد التهاب، وبيساعد على التئام البشره، وده لان هو فيه السيكا، وطبعا كلكم عارفين هي ازاي بتهدي التهاب البشره. في انتي اوكسيدنتس كتيره ومواد بتساعد على النضاره زي المورينجا والشمر والرمان والنايسيناميد. ولو بتعاني من مشاكل البشره الدهنيه زي الحبوب وافراز الدهون الزياده، ممتاز لان هو فيه ساليسيليك اسيد 1% وكمان جرين تي. بينظف البشره كويس جدا بس مش بينشفها اطلاقا، وبيسيبها نضره. كميته كبيره وسعره خطير، عايزه اقول لكم سعر ممتاز وهيقعد معاكي كتير جدا. الغسول ده لو ما جربتيهوش فايتك كتير جدا، especially ان هو كمان بيشيل الميك اب بسهوله.